ازيك يا فورم؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ هنتكلم النهارده عن الكتف. بص، قبل اي حاجه انا عارف ان هي عضله رخمه وعضله ممله وبتتطور بالعافيه. انا عارف كل ده لان انا مريت بكل ده. انا عايز اقول لك ان انا عملت كل حاجه حرفيا عشان العضله دي تتطور عندي. كل حاجه كنت بلعبها 3 مرات في الاسبوع، مرتين 3 مرات، وصلت معايا ان انا بلعبها 4 مرات عشان تتطور. لعبت 6 مجاميع في التمرينة، 8 مجاميع، 3 مجاميع في التمرينة واروح، فاهم؟ تمرينتين واروح، كل حاجة. بص، عملت كل حاجة حرفيا. والعب بريس، العب شولدر، بص لحد بقى ما خلاص بقى، فاهم؟ لحد ما قعدت اعرف واسال واتعلمت بقى ازاي ان انا بجد ان انا ازاي اعرف اطور كتفي بجد. يعني مريت برحله طويله قوي، فاهم؟ انا هختصرها لك في الفيديو ده. هأثر عليك كل المدة اللي أنا قعدت، بص قعدت أجرب وأعمل وأحاول، فاهم؟ هأثرها عليك في الفيديو ده كله، فاهمني؟ فعايزك اول حاجه تشترك في القناه وتظبط الدنيا دي كلها، مش محتاج اقول لك بقى، فاهم؟ نلبس بس البلطو عشان الكلام اللي هقوله دلوقتي كلام طبي بس شويه، فاهم؟ عشان نديله حقه بس وكده. كده زي الفل. بص يا باشا، انت عندك زي ما انت عارف عندك ثلاث اجزاء في الكتف: الانتيريور دلتويد، والميديال دلتويد، والبوستيريور دلتويد، الكتف الخلفي. بص بقى، الانتيريور دلتويد ده ماسك الميديال روتيشن، اللي هي الحركه اللي هي مع، فاهم؟ مع الكلافيكلي اللي هي بتاعت التركوه دي، ده الكتف الامامي. والكتف الجانبي ماسك الاكروميان، اللي هي الحته اللي هي نازله مع، فاهم؟ مع الحركه كده مع الهيومرس، اللي هي عضله العضد. ماشي. ودي ماسكه مع السكابيولا، مع الكتف الخلفي. طيب الميكانيكال بقى بتاعت كل جزء من الكتف، الميكانيكال بتاعتها ان انت الكتف الامامي طول ما انت شغال عمال تشغله كده، هو شغال معاك، بس مش بالنسبه اللي هي ال 100%، او اقدر اقول لك اللي هي النسبه البيرفكت، يعني فاهم؟ ده ممكن يكون شغال معاك عادي، هو شغال بس، وهتحس بيه وانت بتتمرن وكل حاجه. بس هل يا ترى انا طلعت من التمرين معايا الاستفاده دي كلها ولا لا؟ انت برضه في الكتف الجانبي لما بترفرف بالدمبل او بترفرف بالكيبل، الفرق بين الدمبل والكيبل برضه ان انت لما بتشتغل بالدمبل انت حاطط الاتنشن فوق، طب وانت نازل الجاذبيه بتنزل معاك، فالاستفاده بتبقى حركه 60% ولا حاجه. عكس مثلا لو انت شغال بالكابل، انت طلعت فوق، انت لسه برضو الحمل محطوط على كتفك، وانت رايح برضو الحمل محطوط على كتفك، وكمان انت عملت استطاله، فاهمني؟ حتى الميكانيكال بتاع الكتف ماشي معاك كده. برضو الكتف الخلفي بيشتغل مع اي حاجه فيها بول، اي حاجه فيها ميكانيكال رافع لفوق، او اي حاجه بسحب بيها عشان اشغله. ليه بقى؟ لان هو اصلا شغال كده، فاهمني؟ فحتى احنا بنلعبها على الكابل احسن علشان يجيب معاك كده احسن، فاهمني؟ الكلام بقى معقد انا عارف. طيب بص، نقلع بس الحوار ده وانا هقول لك هنعمل ايه دلوقتي. سيبنا من الكلام الطبي بقى، انا عارف ان هو هيبقى معقد شويه، وانا فهمتك وشرحت لك الثلاث اجزاء وازاي الميكانيكال بتاعتهم، ان انا بشتغل كده وبشتغل كده. بس يعني نريح شويه الكلام الطبي على جنب، وخلينا في الكلام بتاعنا، الكلام العادي، عشان ما صعبش الدنيا عليك. بس في الاول كده انا هقول لك التمرين اللي انا استعملتها طول الفيديو، هقول لك التمرين اللي انا استعملتها والتمرين اللي جابت معايا، والميكانيكال بتاع كل زاويه انا شغال بشتغل كده وبشتغل، فاهم؟ الزوايا. وكمان عايز اقول لك برضو ان انت من الحاجات اللي هي فرقت معايا جدا في الكتف، ان انا ما كنتش بسخن كويس، ان انا ما كنتش بسخن اصلا، يعني فاهم؟ بخش على طول خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم، هنلعب مثلا كده، فاهم؟ اي حاجه. فدي من الحاجات اللي برضو يعني طولت عليا المده بتاعت التطور، حرفيا طولت عليا المده. انت فاهمني؟ المفروض انت اصلا بتخش تمرينة الكتف بتخش على طول تسخن. ليه؟ عشان اخلي ضخ الدم في الكتف كله، في ضخ الدم في الدلتويد كله، في العضله كلها، فاهمني؟ الشولدر بيحتاج بالذات ان هو يسخن كتير، يسخن بتكرار كتير، ويسخن حتى في تمارينه برضه. هو مش محتاج اوزان عشان هي عضله صغيره، قد ما هو محتاج ان هو انت تقعد تلعب تكرار كتير تكرار كتير، فاهمني؟ عشان تتطور معاه، عشان الالياف بتاعتها صغيره. فحتى اللي هو انت لما بتيجي تشيل وزن وانت بتلعب الشيست بالدمبل، فبتحس ايه ده؟ ساعات في ناس كتفها بيهزر معاها، وساعات بيبقى لانه عضله صغيره ما يقدرش يشيل اكتر من، فاهم؟ من الحجم بتاعه. فهو بيحتاج تكرار كتير. دي من الحاجات برضو اللي انا اتعلمتها بعدين، يعني كنت ساعات برفرف بالعشرين، ورفرف بس برفرف غلط، وساعات جات لي اصابه قبل كده، فاهمني؟ فعشان اختصر عليك كل ده، انا مش هطول عليك يعني اكتر من كده. هروح بس اشتري شويه حاجات، وبعد كده اروح الجيم، وهقول لك التمرينه، وهقول لك كل حاجه حرفيا انت هتطلع منها مستفيد، ومعاك النولج الكافيه اللي انت تقدر تطور كتفك كده. عايزين نجيب شوفان، ونجيب
عايزين نجيب رز برضه عشان ما عنديش رز برضه، الرز خلص اخر مره. واجيب طلبات الحاجه. وناقص ايه تاني؟ طيب ما جبتوش. وعايز اجيب تمر برضه عشان ايه الدنيا برضه ايه بايظه خالص عندي. وكنت عايز اجيب برضه تونه برضه، بس بقيت بستعمل سلمون احسن الفتره اللي فاتت يعني، ف مش هيخسر يعني عشان البروتين فيه اكتر وكده. بعد ما جبت نسيت اجيب اللي هو بالقمح ده، اللي هو بيبقى فيه شوفان كده وحاجات. نجيب منه كام بتاع كده عشان بحطه في المشروب بتاع الشوفان الصبح، فينفعنا يعني. كده احنا جبنا كل حاجه. يا رب بس ما كنتش نسيت حاجه، بس هو لسه بيجيب سبراي ويجيب حاجات فلسه يعني قصه طويله قوي معاه. احنا كده جبنا طلبات البيت اهي، جبنا طلبات الجيم كلها. نروح بقى الجيم واقول لكم على التمرينه واقول لكم على كل حاجه يعني. في حاجه برضه نسيت اتكلم فيها. لو انت شايف ان جينات كتفك ما بتتطورش ومش احسن حاجه وبتتمرن بقالك كتير ومش جايبه استجابه يعني، فممكن تصبر شويه على تطور كتفك. معلش ممكن جيناتك تبقى مش احسن حاجه، فعايزك تعلي الشده قوي زي ما احنا بنتمرن دلوقتي وتقلل المجاميع شويه. يعني ممكن تلعبها مثلا مره في الاسبوع تصبر عليها شويه وتزود الشده قوي وتصبر وتكمل، وان شاء الله الدنيا هتبقى احسن يعني. نسخن اول حاجه روتيتور كف. نلعب مجموعتين في 15 عده، ممكن تلعبوا مع الكابل عادي مش هتفرق يعني، بس انا بحب على الحبل احسن عشان بيبقى فيه مقاومه احسن. هلعب بعد كده رفرفه جانبي مجموعتين 15 عده. اكد في سخن وهو نار يعني الدنيا كويسه. نسخن برضه روتيتور كف من بره زي ما قلت لك، اهم حاجه التسخين في التمرين. نسخنه من جوه برضه. نخش اول تمرين رفرفه جانبي، بس عايزك تظبط الكرسي عشان تسند عليه عشان تثبت نفسك احسن. يا رب. هتخلص وتخش بعدها دروب ست. هنلعب 5 مجاميع كلهم دروب ست. هتلعب 5 مجاميع وتخلص الرفرفه الجانبي، وهتخش بعد كده بريس جانبي. عايزك وانت بتلعب البريس الامامي وانت شغال كده كتفك يكون داخل بزاويه 45 درجه، تشتغل تطلع لفوق وبتنزل نص عده، مش لازم تنزل الاخر عشان ساعات بيحصل اصابات وكده. وعايزك تركز فيه جدا ومش لازم تعلي اوزان قوي عشان ما بيحصل فيه اصابات كتيره بتعليق الاوزان. هنلعب 4 مجاميع في 15 عده او لحد الفيلر، وزن مناسب ليك جدا. هنلعب تالت تمرين رفرفه جانبي بس على الواير. احنا لعبنا دمبل عشان نركز في السكويز كويس، دلوقتي هنلعب على الكابل عشان نركز في الاستطاله والسكويز برضه في نفس الوقت. هنلعبها 3 مجاميع باقصى فشل عضلي تقدر. عايزك تركز وانت رايح وتركز برضه في العده السلبيه. كده ما عادش الا الكتف الخلفي، والكتف الخلفي من اكتر العضلات اللي بتخلي كتفك يكور وهو الحسين لكتف يعتبر. فهنلعب له تمرينين سوبر ست. هنلعب على الماشين رفرفه خلفي، هنلعب رفرفه خلفي بالدمبل برضه، او ممكن نبدلها بالواير على حسب انت بترتاح فين. هنخش رفرفه خلفي بالدمبل، انت ممكن تبدلها بالكابل عادي، بس انا بحب العبها بالدمبل عشان من اكتر التمارين حرفيا اللي حسيت الكتف الخلفي. وهنلعبها برضه على الواير لو انت تحب تلعبها بالواير على حسب انت بترتاح في ايه، بس اهم حاجه انت شغال كده عشان زي ما شرحت لك رياف الكتف الخلفي نازله ب 90 درجه كده مع اتجاه الحركه كده. هنخش تمرين ترباس عشان تحسن الكرة عندك من فوق عشان يظبط مع الكتف. فبحب اخشها بالبار احسن، بحس بسكويز احسن وبتبقى احسن يعني. وبكده نكون خلصنا التمرينه. كده اكون قلت لك على التمرين اللي حسنت شكل كتفي. شغال على التمرينه دي بقى لي اكتر من 7 شهور، والصراحه حاسس بفرق يعني ونتيجه.
فلو التمرين عجبتك كمل عليها واستمر، وان شاء الله هتلاقي تطور في كتفك ملحوظ يعني.